بونسوار عليكم، نهاركم زين. اليوم جيناكم بوصفة خفيفة، وصفة فيها فوائد. شكشوكة سلق السبانخ. نروحوا لطريقة تحضير الشكشوكة تاعنا. بسم الله. نحتاجو طماطم حب كنا رابيناها انتي، والكمية اللي راح تحضريها راح تحضري كمية كبيرة، ديري 2 حبات طماطم كبار. ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، ملعقة كبيرة ناقصة شوية ثوم، زيت، فلفل أسود. نقليهم مليح مليح. بعد ما نقيو السلق تاعنا ونقطعوه رقيق. هنا السلق تاعنا ما راحش نفوروه وما راحش نغليوه في الماء. إذا فار راح يروح له الفوائد، إذا غلا في الماء راح تروح له الفوائد أكثر وأكثر. بعد ما نقطعو السلق تاعنا رقيق ونقيوه، نحطوه في البرمة بعد ما تتقلى الشكشوكة تاعنا مليح. كي نحطوه في البرمة نضيفوا عليه عكري، فلفل أسود، راس الحانوت، شوية هريسة اختياري، شوية كركم، شوية زنجبيل بودر. نغطوا عليه ونقصوا النار، نخلوه لين يهبط السلق تاعنا. تعمري البرمة دوك يهبط لك، يذوب السلق تاعنا ويتقلى مليح مليح في الشكشوكه تاعو. راح يسيب شويه الماء تاعو، راح يبقى يطيب في الماء تاعو. كي يطيب السلق تاعنا في الماء تاعو نضيفوله علبه طون طماطم، راح يعطيه نكهه مميزه. علبه طون. هنا نجيبو المقله تاعنا ونحطو السلق تاعنا بعد ما حطينا فيه الطون خلطناه. نكسرو فيه البيض، ما نحركوش البيض، نكسروه ونخلوه نحركوه غير شويه. بعد ما طيب نوجدوا السلق تاعنا. كاين اللي يحب يزيدله فرماج مثلثات، هذاك اختياري. ما بقى لي غير نقول لكم بون ابيتي. ما تنسوناش باللي لايك، لي كومنتير، ابوني للقناه، وسلام.